الخطيب وهو رئيس النادي الأهلي أو مترشح يكون رئيس النادي الأهلي؟ انا والدي قال قبل كده مش واضح، وانا ليا تجربة معاه. مع ابويا الله يرحمه، كان ابويا في غيبوبة والخطيب جه وقال لي انا عايز اطلع اشوفه، قلت له ممنوع. قال لي معلش بكرة الصبح افوت عليك ونطلع سوا. قلت له حاضر. انت فين؟ قلت له انا نايم هنا. احنا مش عارفين ممكن يحصل ايه. فقال لي طب هخبط عليك. الساعة 8 كنت جاهز، لقيت تخبيط يعني لو مش منتبه قوي ما كنتش سمعته يعني. فقلت ايه ده، وافتح الباب لو في تخبيط يعني. ففتحت الباب لقيت فعلا الخطيب قدامي. ايه يا بيبو مالك اتأخرت ليه؟ قال لي لا ما اتأخرتش، ده انا جيت خبطت عليك قبل كده وانت الظاهر كنت نايم. قلت له نايم ازاي، ما انا لابس وجاهز ومستنيك، يلا بينا. قال لي لا ما انا طلعت خلاص. قلت له ودخلت ازاي، ده ممنوع تخش يعني. قال لي ما انا قلت لهم ان انا اخوك الكبير. قلت له طيب. قال لي بس ما تقلقش، انا عارف ان الكابتن صالح لو شافني هيتضايق. وهو فعلا فتح عينيه، فانا رجعت لورا شويه. فقلت له طيب. قال لي طيب ميرسي شكرا، واخد بعضه ومشي. فانا فاكر دي، وفاكر ان ابويا قال لي عليه انه مش واضح، وثبت ليا انه مش واضح. ولو هو النهارده بيقول مبادئ كابتن صالح سليم، فهو عمل حاجه مع كابتن صالح سليم لا تمت بمبادئ صالح سليم ابدا. فانا اسف ان انا بقول كده. الخطيب راجل لعيب كوره عالمي، وابويا كان بيقول كده، كان بيقول الخطيب ده احسن مني، زي ما بقول اللي قالوا عليه انه مش واضح. اللي ليه واللي عليه. بالظبط.